السلام عليكم طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي. دفعة 26 أو 25 26. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. بنتكلم مع بعض أو بنحل مع بعض كتاب مندليف. حلينا الدرس الأولاني في الوحدة الأولانية أو الفصل الأولاني اللي هو العناصر الانتقالية. الدرس التاني بيتكلم عن الخواص العامة للسلسلة الانتقالية الأولى. خلي بالك، العناصر الانتقالية أو السلسلة الانتقالية الأولى هي اللي بيتتابع فيها امتلاء المستوى الفرع 3D. خلي بالك بتبدأ من الدورة الرابعة بعد عنصر الكالسيوم. خلي بالك، هي بتبدأ بعنصر الاسكنديوم وتنتهي بعنصر الخرسين. خلي بالك العناصر بتاعتها انتقالية لحد النحاس، أما الخرسين بيكون عنصر غير انتقالي، لأن دي بتكون ممتلئة بالإلكترونات، سواء في الحالة الذرية اللي هي المستقرة أو في أي حالات من تأكسده. الزنك ما عندوش غير حالة تأكسد واحدة بس اللي هي موجب 2. الخواص العامة اللي بيتكلم عنها في السلسلة الانتقالية الأولى هيتكلم معانا الحجم الذري اللي هو نص القطر، وهيتكلم معانا في الكتلة الذرية، هيتكلم عن النشاط الحفزي، هيتكلم عن البارة والدايمغناطيسية، هيتكلم معانا عن الألوان، وهيبدأ معانا في أول جزء بيتكلم عن الكتلة الذرية. آه بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك ايه اول سؤال معايا؟ الشكل المقابل يوضح العلاقة بين العدد الذري والكتلة الذرية لجميع عناصر الانتقالية في الدورة الرابعة. بدل قال لنا في الدورة الرابعة يبقى هو قصده السلسلة الانتقالية الأولى، دي أول حاجة. بعد كده بيجي يقول لك ايه؟ أي من العبارات التالية صحيحة؟ أنا عارف إن بزيادة العدد الذري من اليسار إلى اليمين في الدورة الرابعة أو في السلسلة الانتقالية الأولى بيحصل زيادة في الكتلة الذرية، ولكن بيشذ عن ذلك عنصر النيكل اللي هو ده. ليه يا عم الحاج؟ لأن إحنا لقينا ليه نظائر، 5 نظائر مستقرة، المتوسط الحسابي ليهم 58.7 يونت. يبقى أول حاجة السي اللي نازلة معايا دي بعرف إن هي على طول عنصر النيكل. ليه؟ لأن هو الوحيد اللي بتقل الكتلة الذرية بتاعته مقارنة بأقرانه أو مقارنة بالعناصر التانية. طيب أي مما يلي من العبارات التالية صحيح؟ احنا عايزين عبارة من دول صحيح. قالك أول حاجة العنصر بي تشذ كتلته الذرية، عنصر بي اللي قبله على طول هيبقى الكوبالت. لا، يبقى الإجابة دي إجابة غلط. عنصر دي يقع في المجموعة الثامنة. لو جينا بصينا على العنصر اللي بعد النيكل هيبقى النحاس، والنحاس ده بيقع في المجموعة 1B مش المجموعة الثامنة. عنصر سي يقع في المجموعة الثامنة، الإجابة دي هي اللي صح، لأن الحديد والكوبالت والنيكل التلاتة بيبقوا موجودين في المجموعة الثامنة. يبقى أول سؤال معايا الإجابة بتاعته سي. اللي بعد كده، بسم الله. السؤال التاني بيقولك في الشكل المقابل برضو بيوضح العلاقة بين الكتلة الذرية والعدد الذري لأربع عناصر انتقالية متتالية. بدل قال لنا متتالية يبقى هما الأربعة جايين ورا بعض على طول. في السلسلة الانتقالية الأولى العنصر الذي يستخدم مع عنصر غير انتقالي في صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن. طيب احنا برضو عايزين نأكد على المعلومة ان انا معايا الكتلة الذرية تزداد بزيادة العدد الذري من اليسار الى اليمين، ولكن يشذ عن ذلك عنصر مين؟ النيكل. لو جيت بصيت هنا هلاقي ان الاي بتبقى ليها كتلة ذرية وبيجي بعديها البي بتزيد وبعد كده السي بتقل. السي بتقل عند عنصر مين؟ او الكتلة الذرية بتاعتنا بتقل عند عنصر مين؟ برضو عنصر النيكل. اذا السي بالنسبة لي برضو عنصر النيكل، واللي قبله على طول هيكون عنصر الكوبالت، واللي قبل الكوبالت الحديد، والتلاتة دولت بيبقوا موجودين في المجموعة الثامنة. والعنصر الأخير معايا النحاس، والنحاس ده بيبقى موجود في المجموعة 1B. طيب هو عايز العنصر من الأربعة دول بيستخدم مع عنصر غير انتقالي في صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن. انا معايا البطاريات القابله لاعاده الشحن اللي هي البطاريات النيكل ايه؟ كادميوم. وعنصر الكادميوم من العناصر المجموعه 2B، وهو بيبقى عنصر غير انتقالي. يبقى برضو هنا بيتكلم عن عنصر مين؟ بيتكلم عن عنصر النيكل. اذا الاجابه برضو بتاعتي هتبقى سي. السؤال الثالث بيقول الشكل المقابل برضو
العلاقة بين الكتلة الذرية والعدد الذري لأربع عناصر انتقالية متتالية، برضو متتالية يعني ورا بعض. في السلسلة الانتقالية الأولى أي مما يلي يعبر عن العنصرين المستخدمين في صناعة المغناطيسيات. خلي بالك في فرق بين العنصر والأكسيد. العنصرين المستخدمين في صناعة المغناطيسيات هما الحديد والكوبالت، والأكسيد اللي بيستخدم في صناعة المغناطيسيات هو خامس أكسيد الفاناديوم اللي هو V2O5. تركز في المعلومة دي. لو عنصرين يبقى الحديد والكوبالت، لو أكسيد هيبقى خامس أكسيد الفاناديوم. دولت اللي بيستخدموا في صناعة المغناطيسيات. أول عنصر معايا كان بيبقى كتلته قليلة، أو الكتلة الذرية بتاعته قليلة، وبعدين بتزيد شوية وبتزيد خالص وهوب بتنقص. بدل بتنقص يبقى احنا كده العنصر دي ده هو النيكل. مين قبل النيكل؟ الكوبالت. ومين قبل الكوبالت؟ الحديد. ومين قبل الحديد؟ المنجنيز. أنا عرفت إزاي؟ بزيادة العدد الذري بيحصل زيادة للكتلة الذرية، وبيشذ عن ذلك عنصر النيكل. يبقى النيكل هو اللي هيحل لي المعضلة دي. هلاقي عندي دي في خلل أو نقص، هو اللي بينقص معايا في الكتلة الذرية. إذا الدي هي كانت مين؟ النيكل، واللي قبلها كوبالت، واللي قبل الكوبالت حديد، واللي قبل الحديد منجنيز. طيب أنا عايز اتنين بيستخدموا في صناعة المغناطيسيات، هم هيبقوا مين بقى؟ الحديد والكوبالت اللي هم البي والسي. فالإجابة عندي هتكون الإجابة باء. طيب السؤال الرابع، ثلاثة عناصر X و Y و Z تتبع عناصر السلسلة الانتقالية الأولى. فإذا كان عنصر الإكس يكون مع عنصر ممثل سبيكة تستخدم في صناعة العبوات المشروبات الغازية. هنا قصده مين؟ قصده على المنجنيز، لأن هو اللي بيستخدم في صناعة الكنز. الواي يحتوي على أوربيتال واحد تم الامتلاء. الأوربيتال بتاعنا التم الامتلاء في المستوى الفرعي دي، يعني أنا موزع الخمس أوربيتالات وفي إلكترون زيادة فأنا ضفته معايا في الأوربيتال الأولاني. معايا دي واحد اتنين تلاتة، وأدي الرابعة أهو. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، والأوربيتال التاني ده هو تم الامتلاء. يبقى هو هنا بيحكي عن مين؟ بيحكي عن عنصر الحديد. طيب زد بيدخل مع عنصر أقل منه. زد بيدخل مع عنصر أقل منه في الكتلة الذرية في صناعة سبيكة تستخدم في صناعة ملفات التسخين. الملفات التسخين عندي بتبقى النيكل والكروم. طيب هنا بيقول لك ايه؟ هو الزيت بيدخل مع عنصر اقل منه في الكتلة الذرية. اللي اقل مننا في الكتلة الذرية هو النيكل. يبقى هو مين اللي بيتكلم عنه هنا، او اللي عايزه مين هنا؟ هو هنا بيتكلم عن عنصر الكروم. فإن ترتيب الذرات العناصر Z و Y و X حسب أقصى حالة تأكسد. لو جينا بصينا على المنجنيز هنلاقي إن أقصى حالة تأكسد عندنا موجب 7 ليه، وهي بتتم بفقد إلكترونات ال 4s وال 3d. الحديد هيبقى عنده حالة تأكسد موجب 2 وموجب 3 وموجب 6، دي اللي موجودة أو نازلة في المنهج الجديد. أقصى حالة تأكسد بالنسبة للحديد موجب 6. لو جينا بصينا على العنصر اللي معايا التاني اللي هو لو جينا بصينا على الكروم هنلاقي برضو ان اقصى حالة تأكسد بتاعته موجب 6. ولو جينا بصينا على النيكل هنلاقي اقصى حالة تأكسد ليه موجب 4. تمام. طيب انا عايزة ارتب العناصر بتاعتي دي. هتبقى الاكبر حاجة معايا هو المنجنيز، وبعدين اكبر من الحديد، اكبر من النيكل او الكروم بتاعتي هتبقى معايا اللي هي الكروم او النيكل، يعني حاجة فيهم هما الاتنين. طيب أنا دلوقتي عايزة أحط الرموز بتاعتي. الام ان اللي هي اكس أكبر من مين؟ من الواي. أكبر من مين؟ أكبر من الزد. فالإجابة بتاعتي هتكون أنهي؟ الإجابة بتاعتي هتكون ألف، لأن هو عكسها كده. اكس أكبر من إيه؟ بدأ بالإكس من الناحية التانية. اكس أكبر من واي أكبر من زد. السؤال اللي بعد كده
رقم 5 هنا بقى بيتكلم عن نص القطر. هو خلص الكتلة الذرية أو الخاصية الأولانية اللي هي الكتلة الذرية، وبيتكلم دلوقتي عن نص القطر. طيب هنا بيقول لك إيه؟ الرسم الذي أمامك يوضح التدرج في نص القطر العناصر السلسلة الانتقالية برضو في الدورة الرابعة. فإن العنصرين اللذين يستخدمان في صناعة المغناطيسيات، نفس السؤال ده لسه حلينه من شوية. العنصرين اللي بيستخدموا في صناعة المغناطيسيات عندنا هو الكوبالت والحديد. أنا محتاج من دول كوبالت وحديد. طيب أنا عارف إن بزيادة العدد الذري بيبدأ يقل نص القطر لحد ما نوصل للكروم. يبقى أنا معايا الاسكنديوم وبعدين تيتانيوم وبعدين فاناديوم، وهنيجي عند الكروم. بداية من الكروم لحد النحاس وبيحصل ثبات نص القطر تقريبا. طب ليه يا عم الحاج؟ لأن أنا عندي عاملين متساويين في المقدار متضادين في الاتجاه بيأثروا في نص القطر بالثبات أو بيخلوهم ثابتين. وفي سؤال قدام شوية هنعرف السبب إيه. بعد الكروم هيبقى معايا منجنيز وبعدين حديد وبعدين كوبالت. انا عايز الاتنين دول اللي بيستخدموا في صناعة المغناطيسيات، اللي هي اف وايه وجي. يبقى الاجابة عندي هتبقى ايه؟ الاجابة عندي هتبقى د. ليه؟ لان هم دولت العنصرين اللي بيستخدموا في صناعة المغناطيسيات. طب لو هو عايز اكسيد يبقى خامس اكسيد الفاناديوم. رقم 6 بيقول لك الشكل الآتي يعبر عن تدرج نص القطر في الدورة الرابعة. احنا عندنا من بداية الدورة اللي هو بداية الاسكنديوم، لو هو هيتكلم بقى عن العناصر الانتقالية، من بداية الاسكنديوم لحد الفاناديوم كده بيحصل ان نص القطر بيقل. بداية من الكروم لحد النحاس بيحصل ثبات لنص القطر. طب ايه اللي بيثبت نص القطر معاه؟ قلنا قبل كده ان في عندنا عاملين متساويين في المقدار متضادين في الاتجاه بيساعدوا نص القطر ان هو يفضل ثابت. ايه هو؟ اول حاجة عامل بيزود نص القطر. بدل قلت زيادة في نص القطر يبقى فيه تنافر. تنافر في ايه؟ في الالكترونات. ليه؟ لان هما متشابهين في الشحنة. طيب الكترونات مين اللي هتتخانق مع بعضها؟ الكترونات اللي موجوده في الفور اس وال 3 دي. طيب انا دلوقتي عندي عامل تاني عكس العامل ده بيأثر على نص القطر. ايه هو؟ قال لك شحنه النواه الفعاله اللي هي الموجبه اللي موجوده جوه النواه بتعمل على جذب الكترونات التكافؤ فبتثبت نص الايه؟ القطر. يبقى في الحاله البي دي هو بيقول لك هنا في المنطقة بي إيه اللي بيحصل؟ هنا تأثير الشحنة الفعالة أقوى من تأثير الإجابات بقى، أقوى من تأثير قوة التنافر بين الإلكترونات. لا ده هم متساويين مع بعض. تأثير الشحنة الفعالة بيساوي تأثير قوة التنافر، دي ممكن تمشي معايا. تأثير الشحنة الفعالة أكبر من في المنطقة ألف، عفوا لا في المنطقة ألف مش هتنفع الإجابة دي. في المنطقة اللي في تأثير الشحنة الفعالة للنواة أكبر من تأثير قوة التنافر بين الإلكترونات. الإجابة لأن الشحنة الفعالة عندنا هتبقى بتعمل إيه؟ في المنطقة ألف هنا هيحصل زيادة، يقل نص الإيه؟ القطر. يقل نص القطر عشان هي اللي بتشد الإلكترونات بتاعة التكافؤ. طيب تأثير الشحنة الفعالة يكاد يكون منعدم؟ لأ. يبقى الإجابة عندي بالاستبعاد أو عن طريق الفهم هي ج. طيب السؤال رقم 7، أي من العناصر التالية أكبر في الحجم الذري؟ لو جينا بصينا الترتيب بتاعنا بسكانديوم وبعدين تيتانيوم وبعدين فاناديوم وبعدين من الكروم لحد النحاس في ثبات لنص القطر. طب مين أكبر حاجة بقى في التلاتة دول؟ الاسكانديوم وبعدين يليه التيتانيوم وبعدين الفاناديوم. أنا محتاج حاجة بقى من التلاتة دول. انا معايا تيتانيوم معايا كوبالت، لا مش هينفع كوبالت ولا الكروم ولا النحاس. اذا الاجابه عندي هتبقى ايه؟ هتبقى التيتانيوم لان هو اكبر العناصر بالنسبه للاربع اجابات بتاعتي. لكن اكبر عنصر في الحجم الذري معايا في السلسله الانتقاليه الاولى هو الاسكنديوم. سؤال رقم 8 بيقول لك التركيب التالي يوضح التركيب التالي به التركيب الالكتروني لكاتيونات العناصر اكس وواي وزد. شباب السؤال ده مهم جدا لأن هو بيعتمد على حاجتين مع بعض. أول حاجة حساب عدد التأكسد بتاع العنصر اللي معايا. تاني حاجة إنك بتقدر تحدد العدد الذري والعنصر ده مين. تاني،
السؤال ده مهم لأن هو بيعرفني إزاي أحسب عدد تأكسد. تاني حاجة بيعرفني العدد الذري بتاع العنصر الأصلي قبل ما يبقى كاتيون. طب تعالوا واحدة واحدة. أول حاجة الإكس O2، الراجل ده ما عندهوش شحنة، يبقى إحنا بنساوي شحنته بالصفر. طب أنا عايز أحسب الشحنة بتاعت مين؟ بتاعت الإكس. زائد أنا عارف إن أنا معايا الأكسجين عدد الذرات فيه 2 ذرة ناقص 2 اللي هو عدد التأكسد بتاعه. يبقى إكس هتساوي السالب 4 دي، أو حصل الضرب ده هيعدي الناحية التانية بإشارة مخالفة، يبقى موجب 4. طب أنا عايزة أحسب العدد الذري للعنصر إكس ده، بحسب الموجود في الدي زائد المفقود. موجب 4 ده يعني العنصر فقد 4 إلكترونات. لو جيت حسبتها الأرجون بتاعي 18، 18 و3 يعني 21، 21 زائد 4، يبقى كده العدد الذري بتاع العنصر اللي معايا ده كله كام؟ 25. مين العنصر اللي عدده الذري 25؟ يبقى كده أنا بتكلم عن عنصر مين؟ أنا بتكلم عن عنصر المنجنيز. تاني، أنا لما باجي أحسب عدد تأكسد أو عدد ذري العنصر باستخدام عدد التأكسد، الموجود زائد المفقود. الموجود معايا اللي هي عدد الإلكترونات اللي موجودة متوزعة معايا بالفعل، زائد عدد الإلكترونات اللي هي مفقودة اللي موجودة فوق رأس العنصر. طيب لما جينا حسبناهم لقيناهم 25. النيون لحد هنا كده كده بيتكلم معاك في 18 إلكترون، خلي بالك. ولو جينا حسبنا الواي برضو هنلاقي ان الواي بوزيتيف فوق. عرفت ازاي؟ هي نفسها اللي فوقها لان مفيش اي حاجة تحتها. طيب ادي موجب 4، وعندك 18 الموجود زائد المفقود، ادي 18 زائد 4. 18 زائد 4 يعني كام؟ يعني 22. يبقى العنصر ده كان في الاصل هو تيتانيوم او تيتانيوم. طيب تعالوا نشوف بقى الزد. المركب ده ما عندهوش شحنة، يبقى بنساويه بالصفر. أنا عايز 2 زد زائد 3 في سالب 2. سالب 2 دي جبتها منين؟ عدد التأكسد بتاع الإيه؟ الأكسجين. يبقى 2 زد هتساوي موجب 6 على الاتنين، على الاتنين عشان أحسب عدد التأكسد للزد بس على الاتنين. يبقى زد هتساوي موجب كام؟ موجب 3. طيب ادي موجب 3، انا كده عرفت ان الزد موجب 3. لما باجي احسب عدد التأكسد بتاعنا الموجود زائد المفقود، الارجون 18 و2 20، يبقى 20 زائد 3 هيديني المجموع 23. يبقى الراجل ده او العنصر زد ده بيحكي عن الفاناديوم. خلي بالك المنجنيز 25، التيتانيوم 22، الفاناديوم 23. فإن الترتيب لهذه العناصر حسب نص القطر. احنا قلنا الاسكنديوم وبعديها التيتانيوم وبعديها الفاناديوم وبعدين الكروم منجنيز وهكذا وانت ماشي. تمام. نص القطر من الكروم للمنجنيز ثابت، يعني نص القطر بتاعه صغير. طيب مين أكبر بقى في نص القطر؟ أول واحد الاسكنديوم. هل موجود معايا في الإجابات؟ لا. يبقى أكبر واحد في نص القطر هو التيتانيوم. يبقى التيتانيوم أكبر من الفاناديوم أكبر من المنجنيز. التيتانيوم عندنا اللي هي مين؟ اللي هي واي. أكبر من مين؟ أكبر من الفاناديوم اللي هي زد. أكبر من مين؟ أكبر من الإكس. عايزة بقى إجابة زي كده، هتبقى الإجابة د. السؤال ده مهم، بيلعب على حاجتين مع بعض. السؤال 9. A و B و C ثلاث عناصر انتقالية من السلسلة الانتقالية الأولى. A يكون مع عنصر ممثل سبيكة تتميز بخفتها وشدة صلابتها. يبقى هنا هو بيحكي عن مين؟ بيحكي عن سكانديوم. البي يكون مع سبيكة الصلب. خلي بالك الصلب عبارة عن حديد وكربون مع بعض. سبيكة تتميز بقساوة عالية وقدرة على مقاومة التآكل. يبقى مين العنصر ده؟ الفاناديوم. بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في صناعة زنبركات السيارات. السي يكون مع عنصر ممثل سبيكة تتميز بقوامتها للتآكل.
بدل قال لنا مقاومة للتآكل برضو، يبقى هو بيحكي عن مين؟ بيحكي عن المنجنيز اللي هي بتستخدم في صناعة السكك الحديدية وهكذا. فإن الترتيب برضو حسب نص القطر هيبقى مين أول حاجة؟ اللي هو الاسكانديوم أكبر حاجة من مين؟ من الفاناديوم. أكبر من مين؟ أكبر من المنجنيز. الفاناديوم ده الاسكانديوم ده إيه؟ أكبر من البي، أكبر من السي. عايزة حاجة بتقول لنا الكلام ده. الإجابة بتاعتنا هتبقى ألف. اللهم صل على سيدنا محمد. السؤال 10، الخاصية الفلزية والكثافة. شباب، الكثافة بتاعتنا عندها نفس العلاقة الطردية مع الكتلة الذرية، يبقى أنا ما عنديش شذوذ في الكثافة. الكثافة بتزداد بزيادة العدد الذري. طيب هنا بيقول لك إيه الخاصية التي تميز معظم العناصر الانتقالية؟ كان في عندنا خاصية بتميز العناصر الانتقالية عن الممثلة، إن هي كل واحد فيهم أو كل عنصر فيهم عنده أكتر من حالة تأكسد. هل العناصر الانتقالية عندها حالة تأكسد واحدة؟ لا، تتعدد حالات تأكسدها أكيد. واحنا شفنا الكلام ده في عناصر السلسلة الانتقالية الأولى. درجة انصهارها وغليانها منخفضة، الكلام ده غلط، لأن هي عندها درجة انصهار وغليان مرتفعة جدا بسبب زيادة عدد الإلكترونات المفردة اللي بتقدر تكون رابطة فلزية. طيب جيدة في التوصيل الحرارة والكهرباء. طب ما الفلزات الممثلة برضو بتوصل تيار كهربي وبتوصل حرارة، فهم الاتنين متفقين في الموضوع ده. لكن أنا عايزة حاجة بتميز العناصر الانتقالية عن الفلزات المؤكسدة، هي تعدد حالات تأكسدها. السؤال 11، أي العبارات التالية غير صحيحة؟ ركز. غير صحيحة عن عناصر السلسلة الانتقالية الأولى. طيب تمتاز بالبريق واللمعان. أي فلز في الدنيا عنده لمعان وبريق، يبقى الإجابة دي صح. جميعها، الكلمة دي تتعدد حالات تأكسدها، الكلام ده غلط. لان انا معايا في العناصر السلسله الانتقاليه الاولى تحديدا الاسكانديوم ما عندوش غير حاله تاكسد واحده بس اللي هي موجب 3. اذا لما اجي اقول ان جميعها فالاجابه غلط، لكن عشان اقول لفظ صح اقول معظمها تتميز بتعدد حالات تاكسدها، يبقى الاجابه باء هو اللي عايزها. تزداد كثافتها بزياده العدد الذري، الكلام ده صح، لانه من اليسار الى اليمين بيزداد العدد الذري وتزداد الكثافه معاه. نص القطر يقل من الاسكانديوم للكروم، الكلام ده صح، وبعد كده بيثبت من الكروم للنحاس. السؤال رقم 12، في الجدول التالي يعبر عن ثلاث عناصر انتقالية تقع في الدورة الرابعة. السؤال ده مهم، والسؤال ده حلو وعجبني. يبقى السؤال ده مهم، وتحاول ان انت تحله مع نفسك كذا مرة علشان تفهمه كويس قوي. بيقول لك ايه؟ عندي ثلاث عناصر انتقالية متتالية تقع في الدورة الرابعة A و B و C. عدد الأوربيتالات تامة الامتلاء في ذرته، يعني في الحالة المستقرة، في A 11 ال B 12 وال C 13. أنا هتعامل مع A وهبدأ من خلاله، لأن هو قال لي متتالية يبقى ورا بعض. تعال نشوف ال 11 أوربيتال دولت اللي هم إيه. بص كده يا سيدي، انا لما باجي اوزع طبقا لمبدأ البناء التصاعدي بقول ايه؟ اس اس، وبعدين بس او بس، بس كمان مرة، ودبس. هو قال لنا عناصر انتقالية متتالية في الدورة الرابعة، يبقى احنا بننتهي بال 3 دي. ادي واحد اتنين، اتنين تلاتة، ادي اربعة تلاتة، هنا اتنين اتنين ستة، اتنين ستة اتنين. الاس عندها اوربيتال واحد، الاس عندها اوربيتال واحد، البي عندها ثلاث اوربيتالات. الاس عندها اوربيتال واحد، البي عندها ثلاث اوربيتالات، الاس عندها اوربيتال واحد. كده انا معايا كام اوربيتال؟ لو جيت عديتهم هلاقي ان انا معايا 10 اوربيتالات تامة الامتلاء. خلي بالك احنا هنا بيتكلم عن عدد الاوربيتالات تامة الامتلاء. ال 3 دي بقى لو جينا بصينا، الدي عندها خمس اوربيتالات وكل اوربيتال بيشبع باتنين الكترون. لو جينا وزعنا فردي فكده انا مش تم الامتلاء معايا ولا حاجه. انا عايز الاوربيتال واحد من الخمسه دول تم الامتلاء. يبقى كده الدي فيها كام الكترون؟ كده الدي فيها ستة. يبقى كده ده الاوربيتال رقم
11 على العشرة اللي كانوا موجودين قبلهم. إذا هو بيحكي عن مين هنا؟ إيه ده هيبقى عنصر مين؟ عنصر الحديد. البي طبعا عشان هما متتاليين هيبقى كوبالت. السي نيكل. خلي بالك هو أغلب الكلام هنا لما بيجي يحكي عن عناصر متتالية بيحب جدا المجموعة التامنة يتكلم عنها كتير. طيب أنا عايزة أتكلم عن إيه؟ عايزة أتكلم عن الكتلة. عايزة أتكلم عن الحاجات اللي هو بيحكي فيها أو عايز يشوف إجابة صحيحة. الكتلة الذرية. لو مشينا من اليسار إلى اليمين قلنا الكتلة الذرية تزداد بزيادة العدد الذري، ويشذ عن ذلك عنصر النيكل. النيكل موجود عندي في رقم كام؟ موجود معايا في رقم السي اللي هو رقم 3. يعني معنى كده إن الكتلة الذرية بتاعت مين؟ بتاعت البي هتبقى ثانية. البي هتبقى أكبر حاجة. أكبر من إيه؟ أكبر من الإيه؟ الكتلة الذرية بيعد صحيحا حسب الكتلة الذرية. البي هتبقى أكبر حاجة لأن ده الكوبالت. وبعدين النيكل. وبعديها هيبقى مين؟ هيبقى الحديد. يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى إيه بقى؟ ثانية. البي أكبر من السي طبعا. أكبر كمان شوية من الإيه. طب ليه؟ لأن أنا بزيادة العدد الذري بتزداد الكتلة الذرية بتاعتي ما عدا مين؟ ما عدا النيكل زي ما قلنا. معنى كده ان البي هي اللي هتبقى اكبر من السي. اكبر من ايه؟ من الايه. فالاجابه عندي هتبقى صح عند الكتله الذريه. طب شحنه النواه الفعاله، احنا اتفقنا ان شحنه النواه الفعاله والكثافه ملهاش علاقه لانها بتزداد بزياده العدد الذري من اليسار الى اليمين كده كده. طب عدد البروتونات، احنا ما اتكلمناش اصلا عن حاجه خاصه بالبروتونات بالنسبه عناصر السلسلة الانتقالية الأولى. فالإجابة عندي هتبقى ألف. التنجستاين عنصر انتقالي يقع في السلسلة الانتقالية الثالثة. أي من الاختيارات التالية صحيحة؟ بدل قال لي عنصر انتقالي يبقى بتنطبق عليه كل الخاص بتاعت عناصر السلسلة أو عناصر الانتقالية. زي إيه؟ الكثافة بتاعتها مرتفعة. درجة انصهارها وغليانها. درجة غليانها وانصهارها والتوصيلية الكهربية بتاعتنا عالية جدا. تعالوا ناخد حاجة حاجة. مين أكبر في الكثافة؟ حاجة بص هنا هلاقي 19 و25 يبقى الإجابة هنا صح. واحد ومش عارفة إيه غلط. طب كذا غلط. واحد و823 من 1000 برضو غلط. طيب درجة الانصهار هنا 3897 و400 لا يبقى ألف برضو صح. درجة الغليان 4 خمسات حلوين اهم. وبعدين 1000 وبعدين 800 وبعدين كذا لا يبقى ألف برضو هي اللي صح. التوصيلية الإجابة ألف. لما يجي لي سؤال واحس ان انا مش عارفه ابدا اطبق المعلومات اللي انا عارفها. انا عارف ان بزياده العدد الذري من اليسار الى اليمين بتزداد الكثافه. هم لذلك كثافتهم مرتفعه. درجه انصهارهم وغليانهم مرتفعه جدا. ده العناصر الانتقاليه. وبدل قال لي هو عنصر انتقالي يبقى اكيد هيوصل تيار كهربي. فالاجابه عندي هتبقى ايه بالاستبعاد؟ اجابه الف. طب هو مش موجود معايا في المنهج. هو بيديك بيزكس في المنهج وانت تطبق عليه كل الايه اللي انت عرفته. سؤال 14. ترتب عناصر المجموعة التامنة حسب كثافتها. A وبعدين B وبعدين C. أي مما يلي يعد صحيح؟ أول حاجة عايزين نعرف مين A ومين B ومين C كذا. A ده أكيد هيبقى الحديد لأن هو بيقول لك المجموعة التامنة. وأنا لسه من شوية قايله لك إن هو بيحب يذكر المجموعة التامنة كتير جدا في الشغل بتاعه. وبعديها كوبالت وبعديها نيكل. أيا مما يلي صحيح. شوف بقى عدد البروتونات في نواة عنصر بي أقل من عنصر مش عارفة إيه. إحنا ما اتكلمناش خالص عن خواص خاصة بالبروتونات أو حاجة زي كده. يبقى الإجابة ألف غلط. لا توجد إلكترونات مزدوجة في أوربيتالات الدي للعنصر سي. إزاي؟ ده إحنا بداية من الحديد بيبدأ يحصل
ازدواج للإلكترونات ده بالنسبة لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى كلها. احنا لحد المنجنيز بنوزع فردي في الأوربيتالات وبنبدأ نعمل ازدواج من عنصر الحديد. يبقى الإجابة دي غلط. الكتلة الذرية لعنصر سي أقل من العنصر بي. الكتلة الذرية بتشذ للنيكل عن عنصر الكوبالت. يبقى الإجابة دي هي الإجابة الإيه؟ الصحيحة. العنصر سي يشذ في التركيب الإلكتروني. الإجابة غلط، هو بيشذ في الكتلة الذرية. طيب بالنسبة لشذوذ التركيب الإلكتروني أنا ما بتكلمش غير على العنصرين بتوعنا اللي هما الكروم والنحاس. طب ليه؟ لأن الذرة بتكون أقل طاقة وأكثر استقرارا في واحد من الثلاث حالات. إيه هما يا عم الحاج؟ يا إما دي فارغة نص ممتلئة تامة الامتلاء. طب وبالنسبة للكروم بتكون الدي نص ممتلئة. طب وبالنسبة للنحاس بتكون الدي تامة الامتلاء. طيب عنصران انتقاليان متتاليان. قال لك عنصران انتقاليان متتاليان يعني كده بيننا وبين بعضينا هيبقى بيتكلم عن اي عنصرين في المجموعة التامة. ليه؟ لان هو برضو قال لنا يقعان في نفس المجموعة. كثافة واي اقل من كثافة اكس والكتلة الذرية لاكس اكبر من الكتلة الذرية لواي. اي العبارات التالية صحيحة؟ تعالوا نتكلم بس واحدة واحدة. انا معايا ادي عنصر اكس وادي عنصر ايه؟ واي. هنا بيقول لك ايه؟ تعالى نتكلم عن الكتله الذريه. قال لك الكتله الذريه لا اكس اكبر من الكتله الذريه لمين؟ لا واي. معنى كده ان الواي بتاعتنا دي ممكن، ان الواي دي ممكن تكون ايه؟ هو قال لك الاكس اكبر من الواي. الواي ممكن يكون آه، ممكن يكون نيكل. يبقى اللي قبليه مين؟ كوبالت. او او حاجه تانية. ده احتمال ممكن يكون الاكس والواي. الاكس بتاعتنا قلنا ان هي ممكن تكون الحديد وممكن الواي تكون كوبالت. فاحنا عايزين نشوف انهي احتمال، لان هي النيكل بيبقى اقل في الكتلة الذرية والحديد برضو بيكون اقل في الكتلة الذرية من الكوبالت. طيب هنا بيقول لك ايه؟ يقعان في نفس المجموعة. كثافة واي اقل من كثافة مين؟ اكس. معنى كده انا لو جيت اتكلمت عن الاختيار الف او الاقتراح الف وانا معايا اقتراح ب. تعال نشوف اقتراح ألف. هل الكتلة الذرية بتاعة النيكل الكثافة بتاعتها أقل من كثافة كوبالت؟ الكلام ده لا لا مش صحيح. ليه؟ طب وأنا هعرفه منين؟ قال لك في كتاب موجود معاك في كتاب المفاهيم بيقول لك إن الكوبالت بتكون الكثافة بتاعته أكبر من كثافة مين؟ النيكل أكيد. ليه؟ لأن هو أكبر في الكتلة الذرية. يبقى الاقتراح ألف ده مش هينفع. يبقى الشغل بتاعي على مين؟ الشغل بتاعي على الاقتراح ب اللي هي إكس هتبقى حديد والواي هتبقى كوبالت. تمام؟ يبقى أنا بفصص الإجابة بتاعتي. هو بدل قال لي نفس المجموعة يبقى أكيد يا كوبالت يا نيكل أو حديد وكوبالت. طيب على أساس إيه هبدأ أحدد أو هبدأ أقيم؟ أشوف المعطيات اللي هو بيديها لي في باقي السؤال ومن خلالها هبدأ أقرر هل هو يقصد الحديد والكوبالت ولا الكوبالت والنيكل. بس كده. طيب احنا بعد المشاورات عرفنا ان الاقتراح بتاعنا هيبقى الحديد والكوبالت هو اللي بيتكلم عنه. تعال نشوف بقى. بيقول لك عنصر واي يكون مع عنصر واي يكون مع الصلب سبيكة مقاومة للصدأ. هو عايز هنا عبارة صحيحة. عنصر واي ده اللي هو مين؟ اللي هو الكوبالت. يكون مع الصلب سبيكة مقاومة للصدى. الإجابة هتبقى صح. اللي هو أنا اتلخبطت.
في في السؤال، فلو سمحتوا هنحله تاني. سؤال 15 مرة تانية. هو بادئ بالواي وبعدين الإكس، يعني دي النقطة اللي لخبطتنا، لكن الإجابة صح. هو هنا بيقول لك عنصران انتقاليان متتاليان في السلسلة الانتقالية الأولى إكس وواي يقعان في نفس المجموعة، يبقى احنا كده بنتكلم في المجموعة الثامنة. آه هنشيل دي بس كده. أول حاجة بيقول لك كثافة واي أقل من كثافة إكس، معنى كده إن كثافة إكس هي آه كثافة واي أقل من كثافة إكس. معنى كده إن واي دي، الله أكبر الله أكبر، إن واي دي هتكون الحديد، والإكس هتكون الكوبالت. هو مبدلهم. لذلك احنا لما جاوبنا قلنا ان عنصر واي يكون مع الصلب سبيكة مقاومة للصدأ اللي هو سبيكة الستانلستين. يبقى واي ده اللي هو قصده بيه مين؟ اللي قصده بيه مين؟ اللي قصده الحديد. فالإجابة عندنا هتكون العنصر واي يكون مع الصلب سبيكة مقاومة للصدأ. طيب السؤال 16. أقل عناصر الانتقالية انتشارا في الوفرة، أقل عناصر السلسلة الانتقالية الأولى وفرة في القشرة الأرضية. أقل العناصر الانتقالية أو السلسلة الانتقالية الأولى وفرة في القشرة الأرضية هو قصده على الإسكانديوم. يتميز بكل مما يلي ما عدا شديد النشاط الكيميائي طبعا، ده أكتر عنصر، وأول ما بيتفاعل مع الماء بيطرد الهيدروجين بتاعها وبيبدأ يدينا التفاعل مصحوب بانفجار شديد جدا، وبيبقى أشرع شوية كمان من الصوديوم. تتعدد حالات تأكسده؟ لا، هو الحقيقة إن الاسكانديوم ما عندوش غير حالة تأكسد واحدة بس اللي هي موجب 3. يكون مع الألمنيوم سبيكة تتميز بخفتها وشدة صلابتها، صح. يضاف إلى أبخرة الزئبق لإنتاج ضوء عالي الكفاءة، الإجابة صح. السؤال 17. ثلاث عناصر انتقالية من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى يرمز لها بالرموز X و Y و Z. أعلاهم في درجة الانصهار، شباب ما عنديش حاجة عالية في درجة الانصهار غير الكروم. نركز جدا، يبقى في معلومات كده لازم تبقى ثابتة معايا أو ستاندر. العنصر اللي عنده أعلى درجة انصهار هو الكروم، واللي عنده حالة تأكسد واحدة فقط بس هو الاسكانديوم. أقلهم في النشاط الكيميائي النحاس. طب احنا ليه بنقول ان هو اقلهم في النشاط الكيميائي؟ لانه بيتفاعل ببطء شديد جدا مع الهواء الجوي. طيب اكس انا عايز كروم وكروم وكروم، يبقى الاجابه د مش معايا. واي زنك؟ زنك لا، لان الزنك مش عنصر انتقالي، وهو بيقول ثلاث عناصر انتقاليه، وانا العناصر الانتقاليه بتاعتي بتبدا بالاسكانديوم وبتنتهي لحد النحاس. طيب يبقى الاجابه عندي هتبقى ايه؟ هتبقى جي. ده كده كده هنقلل الاسكانديوم، والزد هتبقى النحاس. 17. الشكلان الألف وباء يمثلان بشكل تقريبي العلاقة بين خاصيتين من خواص السلسلة الانتقالية، عناصر السلسلة الانتقالية الأولى والعدد الذري لثلاثة عناصر انتقالية أو متتالية في من السلسلة. قال لك أول حاجة احنا عندنا فيه زيادة. المحور ايه ده؟ انا عايز اعرف هو مين، والمحور اللي معايا الافقي هو العدد الذري. طيب واحده واحده كده. هو قال لنا ان هو عناصر انتقاليه متتاليه، دي اول حاجه، عناصر انتقاليه ومتتاليه. طيب هنا معايا المحور بي برضو عايز نعرف هو مين. قال لك تعالى نتكلم او نشوف الخيارات بتاعتنا. المحور ألف قال لك الكثافة، الكتلة الذرية، الكثافة. خلي بالك أنا في عندي حاجات ثابتة أو علاقتها طردية مع العدد الذري. إيه هي يا مس؟ قالك أول حاجة الكثافة والشحنة الفعالة للنواة
عندهم علاقة طردية مع العدد الذري. إذا اللي ممكن يبقى موجود معايا على المحور الرأسي ده في حالة الشكل ألف ممكن تكون كثافة وممكن تكون شحنة فعالة. طب والكتلة الذرية مش هناخدها ليه؟ لأن احنا ممكن الكتلة الذرية بتاعتنا بيبقى بيحصل فيها شذوذ بالنسبة للنيكل، فالإجابة باء مش هتنفع. طيب عندك على المحور B في الشكل باء في حاجة زي ثابتة كده، الثبات بتاعي ده يبقى أكيد هو بيتكلم في نص القطر، واحنا عارفين إن ثبات نص القطر بيبدأ من الكروم لحد النحاس. ليه؟ لأن هو قال لك عناصر انتقالية، ركز في السؤال. فهو قال لك في باء كله عناصر انتقالية، يبقى أنا الإجابة باء مش هتبقى معايا، فأنا دلوقتي محتاج آخد الإجابات من ألف وجيم ودال. طيب إيه اللي هيحسم لي الموضوع؟ هيحسم لي الموضوع العناصر هي، قال لك نيكل ونحاس وخرسين. بمجرد ما ذكر كلمة خرسين فالإجابة مش هتنفع معايا لأنه هو أكد فوق إن هي عناصر انتقالية. كوبالت ونحاس ونيكل احنا قلنا الإجابة بقى مش نافعة معانا. كروم وبعدين منجنيز وبعدين كوبالت، الإجابة جيم هي اللي هتبقى كروم وبعدين منجنيز. هو قال لك عناصر متتالية، يبقى المفروض بعد المنجنيز هيبقى فيه حديد، ده لو هي الإجابة اللي احنا عايزينها. لكن هو ذكر لنا الكوبالت والكوبالت بيجي بعد الحديد، فالإجابة جيم مش نافعة. حديد وكوبالت ونيكل التلاتة موجودين مع بعض في مجموعة واحدة، أو هما التلاتة ورا بعض على طول متتاليين، يبقى الإجابة د هي الإجابة الصحيحة. افتكر دايما إن الشحنة الفعالة والكثافة عندهم علاقة طردية مع نص القطر. الأشكال البيانية التالية تعبر تعبيرا صحيحا عن الكثافة والكتلة الذرية. طيب بص بقى معايا هنا، أنا عارف أنا عارف إن الكتلة الذرية بتاعة النيكل بتنقص عن بقية العناصر، وأنا عارف إن بزيادة العدد الذري بيحصل زيادة لنص الإيه؟ بيحصل زيادة للكتلة الذرية، بيشذ عن ذلك عنصر مين؟ عنصر النيكل. فلو جينا بصينا هاتهم كده من الدال لحد ألف، لو جينا بصينا على الكتلة الذرية هنلاقيها بتزداد زيادة ملحوظة، والنيكل برضو بيحصل له زيادة، فالإجابة هنا د مش نافعة. جيم هنلاقي إن الكتلة الذرية بتاعتنا بتزداد وهوب بتقع وبعد كده بترجع تكمل وتوصل للنحاس، فدي هتمشي معايا. طب بص للتانية دي، هلاقي إن الحديد كوبالت وبعدين النيكل بينزل والنحاس بتزداد زيادة كبيرة. طيب ما ممكن دي تمشي؟ قال لك لا، لو جيت بصيت هتلاقي ان الكوبالت والنيكل عندهم نفس الكتلة الذرية، ولو جينا بصينا على الكتلة الذرية بتاعتهم في الجدول بتاعنا هنلاقيها ان هي مش إجابة صحيحة. نفس القصة هلاقي ان في ثبات بين الكوبالت والنحاس وبين النيكل والحديد، وبرضو بالنسبة للكتلة الذرية دي مش هتنفع معايا، فالإجابة عندي هتكون جيم. طب ليه جيم؟ لأن بزيادة العدد الذري بيحصل زيادة للكتلة الذرية، وبيشذ عن ذلك عنصر النيكل المفروض إن هو ينزل، وهلاقي إن في زيادة بتحصل معايا، مفيش حاجة قد التانية، فالإجابة عندي هتبقى ج. السؤال 20 بيتكلم هنا بقى عن النشاط الحفزي. بيعمل العامل الحفاز في التفاعلات الكيميائية على، خلي بالك العامل الحفاز بيعمل على ايه؟ زيادة سرعة التفاعل الكيميائي، يبقى زيادة السرعة. انا لما بزود السرعة بيحصل تقليل للزمن، وفي نفس الوقت انا بقلل طاقة التنشيط اللي انا محتاجها علشان ابدأ التفاعل الكيميائي بتاعي. تقليل طاقة التنشيط يعني ايه؟ يعني انا لو مثلا عندي التفاعل ده هيبدأ عند 1000 درجة او 1000 كيلو جول لكل مول، لا ده انا بخليه ل 500 مثلا. اذا بيحصل ايه؟ بنقلل طاقة التنشيط او بنقلل الطاقة اللي احنا محتاجينها عشان نبدأ التفاعل. يبقى يعمل العامل حفاز على تقليل سرعة التفاعل، بالعكس ده هو بيزود سرعة التفاعل. زيادة الزمن لا، ده هو بيقلل الزمن. زيادة درجة الحرارة هو ما بيجيش ناحية الحرارة بتاعتنا، هو بيقلل طاقة التنشيط، فالإجابة 20 بيقلل طاقة التنشيط. السؤال 21، خلي بالك العامل الحفاز بتاعي موجود في 3 صور، يا إما عنصر يا إما أكسيد يا إما مركب.
فهو هنا بيلعب على الموضوع ده. تحضير حمض الكبريتيك بطريقة التلامس، أنا استخدمت فيها خامس أكسيد الفاناديوم، يبقى الإجابة ألف والإجابة د مش معايا. انحلال فوق أكسيد الهيدروجين، أنا استخدمت فيها ثاني أكسيد المنجنيز، وما استخدمتش فيها النيكل، يبقى الإجابة ج غلط. تحويل الغاز المائي إلى وقود سائل، الطريقة بتاعت فيشر وتروبش، فالإجابة باء صح. هدرجة الزيوت عندنا بنستخدم فيها النيكل المجزأ لتحويل الزيوت إلى سمن، ودي هناخدها إن شاء الله في العضوية، يبقى الإجابة عندي هتبقى باء. 22. من المخطط التالي يوضح تحضير أو طريقة تحضير حمض الكبريتيك بطريقة التلامس. ركز معايا في الطريقة دي بقى. انا هنا استخدمت اس ده اللي هو مين؟ اللي هو الكبريت في الحالة الصلبة. هبدأ اضيف له اكسجين فهيتحول الى SO2. SO2 هعمل لها عملية اكسدة مرة تانية، فهتبدأ تديني ايه؟ هتبدأ تديني SO3. بس خلي بالك التفاعل ده او العملية الاكسدة دي لازم لها في المرحلة Q انا محتاج عامل ايه؟ حفاز. مين عامل الحفاز اللي انا بستخدمه؟ اللي هو V2O5. وبعدين باخد ال SO3 واشتغل عليها بإضافة المية، فتبدأ تتحول إلى إيه؟ إلى حمض كبريتيك. طيب هنا بقى بيقول لك التفاعل اللي ما بيضمنش أكسدة ولا اختزال. لما هاجي أبص على عدم تغير في الشحنات الكهربائية بتاعت العناصر اللي داخلة في التفاعل بتاعتي، هلاقي إن الأس هنا سالب موجب 6، وهنا هتبقى سالب 6. لما باجي أبص على الكبريت بتاعي، سالب 6 موجب 6. الأكسجين هنا ده تفاعل اسمه أكسدة أصلا، فأكيد قصاد الأكسدة بيحصل اختزال، وهنا ده أكسدة. طيب مين اللي مش هتضمن أكسدة ولا اختزال؟ هي الآر. ليه؟ لأن البي والكيو بيبقى فيهم أكسدة واختزال. طب أنا دلوقتي عايز خطوة بتشتمل على عامل حفاز، هي الكيو زي ما احنا قلنا عليها، يبقى الإجابة عندي هتبقى إيه؟ الإجابة هتبقى ج. طيب اللي بعد كده، ادرس الجدول التالي بيعبر عن عنصر انتقالي X من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى وعنده أكتر من حالة تأكسد. ركز. هنا بيقول لك عدد الإلكترونات المفردة بتساوي عدد التأكسد، يبقى هنا هو بيتكلم عن النيكل. السؤال ده مهم، سؤال 23 مهم. حالات التأكسد بتساوي عدد الإلكترونات المفردة فين بالظبط؟ ما بتساويش غير في عنصر مين؟ في عنصر النيكل. يبقى هنا هو بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن عنصر النيكل. العدد الذري 28. الكتلة الذرية الإكس أكبر من العنصر الذي يسبقه، بالعكس ده هو الوحيد اللي بيشذ عن عناصر السلسلة الانتقالية الأولى. كثافة إكس أقل من كثافة العنصر الذي يسبقه، الكلام ده غلط. العنصر إكس يكلل من طاقة التنشيط في حالة تفاعل هابر وبوش، هو ملوش علاقة، لأن اللي بيشتغل في تفاعل هابر وبوش هو الحديد مش النيكل. عنصر إكس يكون مع الصلب سبيكة مقاومة للأحماض، الإجابة دي صح. وده من ضمن استخدامات النيكل، إن هو بيحافظ على المعادن من التآكل والصدأ وبيديها شكل أفضل. الأسئلة بتاعة المنحنيات مهمة جدا. خلي بالك السؤال ده نزل في الاسترشادي أو في النماذج الاسترشادية بتاعة الوزارة سنة 25. طيب بيقول لك يمثل التغير في طاقة التنشيط قبل وبعد استخدام عامل حفاز. ما طاقة التنشيط بعد استخدام عامل حفاز؟ خلي بالك قمة المنحنى بتاعي ده كده، أنا بستخدم هنا دي طاقة التنشيط قبل استخدام عامل حفاز. طيب الناحية التانية اللي هي الخط ده بعد استخدام عامل حفاز. الطاقة اللي أنا وفرتها هي النص ده أو الحتة اللي هي 30 دي.
طيب أنا عايز أعرف طاقة التنشيط بتاعتي قد إيه. هو عايز هنا طاقة التنشيط بعد استخدام عامل حفاز. بعد استخدام عامل حفاز يعني هو عايز الجزء ده. طيب أنا وفرت قد إيه؟ أنا عندي الطاقة بتاعة التنشيط قبل استخدام عامل الحفاز كلها 100. الطاقة اللي أنا وفرتها 30. يبقى أنا الطاقة بتاعتي اللي محتاجها أشتغلها بعد العامل الحفاز قد إيه؟ هنطرح 100 ناقص 30. يبقى 100 ناقص كام؟ ناقص 30. يعني هتطلع كام؟ هتطلع 70 تاني. يبقى أنا عشان أدخل التفاعل بتاعي محتاج 100 كيلو جول على مول. ده من غير ما استخدم عامل حفاز. بعد العامل الحفاز أنا وفرت معايا 30 كيلو جول على مول. يبقى التفاعل بتاعي هيشتغل قد ايه بعد استخدام عامل حفاز؟ هلاقيه بيشتغل عند 70 كيلو جول على مول. اذا الاجابه عندي هتكون د. سؤال 25. بسم الله. بيقول لك جميع ما يلي يحتمل ان يكون صحيحا عن التفاعل الطارد للحراره. طيب انا عايز اقول لك على حاجه. التفاعل الطارد طاقه التنشيط للتفاعل العكسي أكبر من طاقة التنشيط للتفاعل الطردي. تاني. يبقى التفاعل الطارد للحرارة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي أكبر من طاقة التنشيط للتفاعل الطردي. طيب هو بيقول لك هنا بيقول لك بقى ممكن يمشي إيه الإجابات بتاعتنا كل مما يلي ما عدا كذا. طاقة التنشيط للتفاعل الطردي أكبر من الطاقة المنطلقة. الإجابة دي صح، لأن احنا الطاقة بتاعتنا هتبقى أكبر من طاقة التنشيط للتفاعل الطردي. طاقة التنشيط للتفاعل الطردي أقل من طاقة التنشيط للتفاعل الطردي أقل من الطاقة المنطلقة. على حسب بقى احنا كده بيتكلم معانا التفاعل ده. آه اللهم صل على سيدنا محمد. جميع ما يلي يحتمل أن يكون صحيحا عن التفاعل الطارد للحرارة ما عدا طاقة التنشيط للتفاعل الطردي أكبر من طاقة التنشيط للتفاعل العكسي. لا، ده احنا لسه قايلينها من شوية إن طاقة التنشيط التفاعل العكسي أكبر من إيه؟ من الطردي. فالإجابة د هي الإجابة الإيه؟ الصحيحة. من الشكل البياني المقابل قيمة محصلة الطاقة المنطلقة بوحدة الكيلو جول من هذا التفاعل تساوي. ركز ثانية واحدة. هنا بيقول لك أنا هحسب أول حاجة قيمة الطاقة المنطلقة بوحدة الكيلو جول على مول. ده يعني هو عايز مننا هنا إيه؟ يعني عايز الطاقة المنطلقة، يعني عايز دلتا اتش للتفاعل بتاعنا. طب انا بحسب دلتا اتش ازاي؟ هتبقى دلتا اتش للنواتج ناقص دلتا اتش للمتفاعلات. طيب انا عندي الطاقة دي كلها الجزء ده 150 والحتة دي 60. بطرح ال 150 ناقص 60. يبقى انا كده بجيب الحتة دي. انا عايز اجيب الطاقة دي اللي انا بعلمها بالاحمر دي، او المقدار الطاقة بتاعتنا في الحتة دي في الجزء ده. بطرح ال 150 كلهم ناقص ال 60 فبتديني مقدار الطاقة المنطلقة من التفاعل ده. هتطلع قد إيه؟ هتطلع 90. خلي بالك أنا بقول طاقة منطلقة يبقى 90، لكن لو قلت دلتا اتش للتفاعل هتبقى سالب 90. ليه؟ لأن الإشارة السالبة هي اللي بتعبر لنا عن المحتوى الحراري للتفاعل الطارد. من الشكل البياني المقابل قيمة طاقة التنشيط بوحدة الكيلو جول في حالة عدم وجود عامل حفاز. شوف معايا. أول حاجة قيمة طاقة التنشيط بعدم وجود عامل حفاز، يعني هو عايز قيمة المنحنى الأحمر ده. بحسبها إزاي؟ بشوف الرقم اللي قصادنا في المنحنى ده كان 120. يبقى في نهاية التفاعل كان 120.
انا عايز الجزء ده او الفرق بين المنطقة الحتة دي بالظبط. وهو بادئ التفاعل عند كام؟ بادئ التفاعل بتاعنا عند 60. يبقى بداية التفاعل وناقص نهاية التفاعل، او بنطرح من نهاية التفاعل وبداية التفاعل عشان احسب ايه؟ عشان احسب مقدار الطاقة اللي محتاجها بدون استخدام عامل حفاز. 120 ناقص 60 هتطلع كام؟ هتطلع 60. يبقى الإجابة عندي باء. سؤال 28 بيقول لك من الشكل المقابل وضح قيمة دلتا اتش للتفاعل المقابل. خلي بالك دلتا اتش للنواتج ناقص دلتا اتش للمتفاعلات، يعني الجزئية دي يعني الحتة دي. تمام. طب أنا عندي الجزء ده كله 250 وعندي الحتة دي بس هتبقى 160. مش هي لو أنا هفرض إن دي إيه هتساوي سي زائد دي، ودي حتة دي، معنى كده إن أنا لو عايزة أجيب قيمة دي هنطرح ال 250 ناقص 160 تاني. أول حاجة المنطقة دي كلها 250، هفرض إن ال 250 دي رمزها إيه؟ يعني معنى كده هتساوي سي زائد دي. سي بكام؟ ب 160. أنا عايز قيمة إيه؟ عايز قيمة دي اللي هي بالنسبة لي إيه؟ دلتا اتش. يبقى دلتا اتش هتساوي ال 250 ناقص كام؟ ناقص 160. هيطلع قد إيه؟ هتطلع 90. بس خلي بالك 90 ده لو التفاعل بتاعي موس، انما انا عندي التفاعل بتاعي طارد، والدلتا اتش في حالة التفاعلات الطاردة هتساوي كام؟ لازم الإشارة بتاعتها تكون سالبة، يبقى سالب 90. فالإجابة عندي هتكون باء. 29 بسم الله بيقول لك الشكل المقابل التغير في التفاعل في المحتوى الحراري للتفاعل العكسي يساوي. أول حاجة التفاعل العكسي عندي يعني أنا عايز التغير في المحتوى الحراري اللي هو الجزئية دي اللي هو اللي أنا بعلمها بالأحمر دي. بس خلي بالك التفاعل العكسي أنا وأنا ماشي في الاتجاه الطردي كان التفاعل طارد للحرارة. لو أنا هعمله تفاعل عكسي يبقى التفاعل بماس للحرارة. هنغير إشارة الدلتا اتش. هعمل إيه؟ أول حاجة المنطقة أنا قلت لك من شوية إن المنطقة دي هفرضها إيه؟ إيه دي هتساوي بي، هتساوي في زائد سي. انا عايز المنطقة سي دي. طيب سي دي هحسبها ازاي؟ هطرح ال A ناقص ال B، يبقى 260 ناقص 190 هتطلع 70. بس خلي بالك لو انا هشتغل على التفاعل العكسي يبقى الإشارة بتاعتي بالموجب، لكن لو هشتغل على الاتجاه الطردي التفاعل بتاعي هيكون طارد للحرارة فالإشارة بتاعتي هتبقى بالسالب. فالإجابة عندي هنا هتكون عفوا موجب 70. إجابة ألف، سوري، موجب 70. بسم الله. 30 في الشكل